شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا المسألة التوابية والرحمانية تأتي على المذنب أنت بشروط، إنهم يقولك ويستغفروا الله عن الذنب وبعد ذلك تستغفر لهم أنت، يبقى باب الإيه؟ الهبة من الله يتأتى. ما كانش كده ما تنفعش الله. إذا وأنت باب الله أي امرئ يأتيه من غيرك لا يدخله، لازم يكون من بابك. فقلنا حظ المؤمنين برسول الله وبالإسلام واحد، ما فيش واحد ياخد حاجة واللي ما يتخلف عن رسول الله ما ياخدهاش، يبقى حظهم من المنهج ايه؟ واحد. فإذا كان ذلك حظ المذنب ورسول الله بينهم، يوم يروح له لما ظلم نفسه يقول له يا رسول الله كذا كذا كذا، فيستغفر عنده يستغفر الله عنده والرسول. وما ذنب من وجد بذنب ورسول الله قد انتقل. يبقى فيه مزية للي كان هناك دون هذه المزية. يبقى لازم تديله حاجة، تقول له برضه تروح تستحضره، برضه ظلمت نفسك تستحضر سيدنا رسول الله، لأنك أنت بتسلم عليه ولا ما بتسلمش. معنى سلامك عليه أنه في حياة يرد السلام. طب ما دام كده برضه تقول له كده يا رسول الله أذنبت ذنبا فاستغفر الله عندك فاستغفر لي يا رسول الله. ولذلك الحديث بتاعه تعرضوا علي ايه ذنوبكم فان وجدت خيرا حمدت الله وان استغفرت ايه استغفرت لكم. يبقى لازم ما تخليش حد يتميز عن اللي عايشين مع رسول الله، مع لان تكليفه ورسالته للناس ايه؟ للناس جميعا. شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام.